السلام عليكم الخوت ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي بغا نحاول نهضر لكم على واحد جوج الناس. الاولاني اللي كتعرفوه كاملين اللي هو ايمان سيمباي، والثاني هو الدري هذا اللي كيقول وانا محميوه هلو الصفر هلو الصفر هلو الصفر. المهم بالنسبه لايمان سيمباي كلنا كنعرفو، انا شخصيا كنت كنتفرج فيه شحال هادي يا ماش كان كيدير داكشي ديال الجن ودخل كان مهجور وطلع هنا وبط. انا داكشي صراحه ما كنتش كنتيقو في ديك الوقت، داكشي كنقول غير كيمثل حيت ما يمكنش الجن غيخرج ليك ولا شي حاجه، وهاد القضيه كنت مامن بها. لكن هو مهم هو كان كيدير داك المحتوى وتشهر به وتعرف به في الدول العربيه، كانوا كيهضروا عليه، كان الناس كيرياكطيو على الفيديوهات ديالو. من بعد طور المحتوى ديالو ولا كيدير وثائقيات، هادشي كلشي عارفو وكلشي سمعو، ولا كيدير بحال شكل داكشي وثائقي، يعني شي حاجه هاربه بزاف. داز الوقت حيد داكشي كامل، شنو ولا يدير؟ ولا يدير محتوى ديني. بطبيعه الحال في المحتوى الديني ما يلقاش التفاعل بحال اللي لقاه في المحتويات اللي قبل. علاش؟ حيت اصلا الناس اللي جبد دوك الملايين ديال المتابعين اللي كيتابعوا ولا الملايين المشاهدات اللي كيتفرجوا فيه، جذبهم بداك الشيء ديال المقالب ودخل هنا وخرج هنا وداك الشيء ديال المغامرات، دخل هنا وخرج هنا والجن كذا. يعني واخا دير محتوى ديني ما غاديش يتفاعلوا معك اكثر الا القله القليله، خاصك تعاود تجمع الناس اللي باغيين داك المحتوى ديني وما لا يعاودوا يتفاعلوا معاه. فايمان سيمباي من بعد ما دوز هادشي كامل، اخر حاجه دار هو انه حذف كل شيء الفيديوهات، لا محتوى ديني لا حتى شي حاجه ما خلاها في لاشين ديالو، ويختفى. ملي اختفى لقاو الناس في هذه الحاله هذه اللي كيشتوا. صراحه هذه الحاله اللي وصل ليها نقدر نحسبها من هذاك التحول اللي طرا ليه في الحياه ديالو من بعد واحد الانسان مشهور. يعني هاد اللعبه كنلاحظوها بزاف سواء في المغنيين الممثلين لعابه الكره، ملي كيودعوا داك الميدان اللي كانوا فيه راه كتشوفوا كيبكيو. يعني ايمان سيمباي يقدر يكون من التحول اللي دار المحتوى ديالي التفاعل قل، يقدر هادشي هذا دخلوا في واحد الكآبه. وانتم عارفين الا دخلتي في كآبه كيجيك الوسواس، كيجيك بزاف د الحوايج، الله يستر تقدر توصل لهاد الحاله هادي بسبب الكآبه والوسواس. انا عارفين الشيطان الا كيجيك في لحظه كي كتكون في لحظه الضعف يقدر يلعب لك بعقلك كيف ما بغا. وزياده على هذا الشيء داكشي اللي كان كيدير هو اللي عنده علاقه بالجن، وانه كاع كان دار واحد اللايف وقرا داك الكتاب اللي سميتو شمس المعارف. ما عرفتش طاح في النسخه الاصليه ولا نسخه مزوره، المهم داكشي كيبقى عباره عن طلاسم وداكشي شرك، والجن كيبغي يستغلك في الضعف ديالك باش انه يتمكن منك. فانا كنقول هذه من بعض الاسباب اللي خلاته يلاشي، ولكن كيبقى في الاخير كنقول الله اعلم، حيت الله اللي اعلم بشنو طرا ليه وشنو وقع ليه. خرج شي وحدين تقول لك بلي راه سحروا ليه، بلي راه داروا ليه فعلوا ليه. هذاك الشيء اخويا ما نقدروش نهضروا على شي حاجه اللي هي غيبيه، سينو نوليو كنقذفوا، وهذا الشيء هذا ما خدامش. يعني طلبوا الله يشافيه. الناس اللي كيتصوروا معاه ما فهمتش علاش كيتصوروا معاه، كتلقى واحد كيتصور معاه وكيقول لك عاونوه، واحد مصور داير بحال هكا وضاحك وفرحان تقول لك عاونوه توصل للوالدين. الا بغيتي تعاونو توصل للوالدين علاش تصور انت معاه؟ ما فهمتش هاد الناس هادو الصراحه. ولينا كنتنظف في كل شيء حتى باش انك تعاون واحد الشخص كتنظم معاهم وكل شيء. دعيو معاه بالشفاء، الله يشافيه ويعافيه، وما تبقاوش تستهزئوا باي حاجه، ما تبقاوش تنزوا على اي حاجه، ما تبقاوش تضحكوا على اي حاجه. راه يمكن ايمن دار شي حوايج اللي خلاوه مرض، كاينين الناس كنعرفوهم ما مشهورين ما حتى شي حاجه، ناس عاديين وكيمرضوا حتى هما وكيوصلوا لهاد الحاله اللي وصل ليها ايمن دابا. الشخصيه الثانيه نهضر على هو الدري هذا اللي كان كيقول لوسيفر شامهار وشرب الارباب الى اخره. لما بلي انه عايش مع امه في الدار ومشيت قلبت عليه في الانترنت هكا، دخلت واحد الكونت انستغرام ديالو لقيتو خيط صغير على حين يمكن شي 2017. المهم الكونت ديالو فاش دخلت ليه لقيتو عباره على داكشي ديال الساتانيك وعبده الشيطان وداكشي ديال الالحاد ودوك الرموز الشيطانيه الى اخره. يعني هذا كان متبع بداكشي من شحال هذا الطريقه ديالو الهضره، تقول تيخسر الهضره النيشان بزاف د الحوايج. يعني هذا المرض هذا الشيء اللي وصل ليه الدري هذا نتيجه ديال داكشي اللي كان كيتعمق في داكشي بزاف وبغى يوصل لشي حوايج اللي يمكن ما كاينينش، حتى في الاخير جابها في راسو ووصل لهاد الحاله هذه. حتى هو الله يشافيه والله يعافيه. اللي بغيت نوصل الناس وما بقاش تلوحو كتنزو، راه عايشه مع امو. لا ما غترتاحيش دابا بلاتي، كولي شويه الخبز ياك وها انت كلها قصي بعدا فهمت. ها انت ما بغا ها هما هذوك اللي محمد السادس تيستخدم السلطه وانا ما غنقولش لكم هادشي، وها هو باغي يقتل لي مرتي بالنيو تكنولوجي ولا الهاي تكنولوجي ويدك واخا محمد السادس وها الوالده تتشوف. وهاد الطريقه اللي تيبان لك يهضر بها شويه اغريسيف فهمتيني، يعني يقدر يضرب يقدر يدير شحال من حاجه وعايشه معاهم. راه غدو بعدا يهزمو تيقول لها غنصيفطك عند الاله ولا ما عرفتش شنو صدقات لها ولا شي حاجه. يعني الا كنتي قريب ليه وساكن قريب ليه ولا كتعرف فين كاين غتمشي عند السلطات تقول لهم واحد السيد راه كيعاني واحد الحاله نفسيه ولا حمق ولا شوف شنو يقول ليه،
وعايشه مع امو وكيدير شي تصرفات اللي شويه عنيفين، يقدر يأذي امو، يقدر كذا. السلطات ديك الساعه غادي يمشيو عنده للدار، وغادي يعاينوا داكشي ويعرفوا اش كاين. تقدر امهم تقول لهم لا راه ولدي واخا كيقول لك راه ما يديرش 3 سنوات وانا عايشه معاه. المهم اخر حاجه نقول هي ندعيو معاهم بالشفاء، الله يشافيهم الله يعافيهم. كل واحد رد البال راسو، راه حتى حاجه ما كتضمنها، حتى حاجه ما كتضمنها في هاد الدنيا. تقدر تكون انت انا زعما تقدر تكون انت كتهضر على هاد الناس بهاد الطريقه، تقول شو هذا كيولى شو هذا كيولى، تقدر انت غدا تولي هذاك الشخص اللي واحد اخر يبقى يقول لك شو هذاك شو هو كيولى. يعني ردوا لبال راسكم، ما تنساوش الادعيه ملي تخرجوا والادعيه ملي تدخلوا، هادشي هذا راه مهم بزاف. السلام عليكم.